النهاردة هنعمل مع بعض وصفة حلوة قوي. نتعلم مع بعض كده نعمل القشطة في البيت بكوباية لبن. شايفين أحلى قشطة ممكن تستخدموها. بنستخدمها في الجلاش، بنستخدمها كده في الكنافة، بنستخدمها في حلويات كتيرة ممكن نعملها. من كوباية دقيق ومعلقتين سكر معلقتين نشا هنعمل الجمال اللي انتوا شايفينه والكمية الحلوة اللي انتوا شايفينها. شايفين كمان السمك بتاعها لسه كمان لما تقعد في التلاجة بتتقل شوية. جميلة جدا، ريحتها وطعمها خطير. يلا بينا نتعرف مع بعض ونشوف احنا هنعمل الجمال ده ازاي. بس يا ريت الفيديو لو عجبك ما تنسيش بقى الاشتراك، واي تعليق منك ده شيء بيسعدني. يلا بقى بينا نبدأ الفيديو ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. عندنا هنا كوباية كبيرة من الحليب، الكوباية اللي هي الكوباية الشرب مش كوباية الشاي. هننزل عليهم كده بمعلقتين من النشا، معلقتين من النشا، وكمان معلقتين كده من السكر، معلقتين كده سكر ومعلقتين نشا على كوباية كبيرة من الحليب. كمان هننزل كده بذرة من الفانيليا ونص معلقة صغيرة جدا من الملح. بعد كده هندوبه كويس قوي، وبعد كده نرفعهم على النار. نستمر كده في التقليب لغاية ما تتماسك ونوصل كده لقوام هوريهولكم. هقلب بس الأول ندوب خالص علشان السكر يدوب مع الحليب والنشا كمان كده حبايبي. بعد ما قلبتها على النار خدت يدوبك 10 دقايق بالكتير قوي. بصوا شايفين الجمال، شايفين الطعام، ريحتها حلوة قوي. بس هو السمك ده اللي احنا عاوزينه. بعد كده مجرد ما توصل للسمك ده نشيلها منها على النار ونجيب كده معلقة من الزبدة وننزل بيها كده، معلقة من الزبدة ننزل بيها كده ونبتدي نقلبها لغاية ما تدوب خالص. هنفضل نقلب فيها لغاية ما الزبدة تدوب. شايفين الله الجمال، بصوا حاجة كده جميلة جدا. عندنا بقى حلويات هندخلها في الجلاش، كمان في الكنافة، في البسبوسة، أي حاجة عايزين تعملوها وتستخدموا القشطة. القشطة الجميلة اللي احنا عملناها مع بعض. ايه رأيكم؟ كوباية لبن من أحلى قشطة تقدري تعمليها في البيت، تستخدميها في أي حاجة من الحلويات اللي انت بتعمليها. اهو نجيبها كمان كده هنا عشان نشوفها أوضح. طبعا هنحطها في التلاجة هتتقل شوية. ايه رأيكم بقى؟ جميلة جدا زي ما انتوا شايفين اهو. هي لسه ما حطيناهاش في التلاجة وبدأت تتقل اهي. مجرد بقى كمان ما نغطيها ونحطها في التلاجة هتبدأ تتقل كده ونستخدمها زي ما قلت لكم. يبقى النهارده عملنا مع بعض من كوباية لبن، عملنا القشطة في البيت بطريقة سهلة جدا وبسيطة، نقدر نستخدمها في أي حاجة. كده وصفتنا انتهت. أشوفكم بخير في وصفة جديدة. إلى اللقاء، باي باي.